هنفطر عند أولاد عطوة، واحد من المطاعم القليلة اللي بيشتغل بفول بلدي في بورسعيد. مكانهم في الظهور بلال بن رباح جنب صيدلية قشطة. عنده عادات جوه، ترابيزاته كراسي ستيل شبه مطاعم الكشري كده، كراسي مش مريحة قوي في القعدة بس بتأدي الغرض. طلبت فول، هو بيستخدم فول بلدي، مش عارف إذا كان يعني على طول بلدي ولا بيخلط بلدي على مستورد، مش عارف بصراحة، بس فول حلو وخفيف. طبق بيض بالبسطرمة كان كويس، بس يمكن في أنواع بسطرمة أفضل شوية. الجبنة بالطماطم كويسة، بس أنا ما بحبش الطحينة الكتير على الجبنة والطماطم، بفضلها من غير طحينة أصلا أو سن طحينة بسيطة، بس دي الطحينة كان فيها كتير ودي مسألة أذواق. طبق بتنجان وفلفل مقلي كان حلو، وانا بحب الخلطه او الدقه دي اللي ما فيهاش كركم، اللي هي بتبقى فلفل وتوم وخل وشويه توابل وليمون وكده. الطعميه عنده برضو حلوه وكانت سخنه. واخيرا بطاطس مقليه، بطاطس مقليه جاهزه اللي هي النص مقليه دي شغاله. حساب الاكل ده كله كان 65 جنيه، وانا بحاسب لقيت كيس الخلول المملح دي فاشتريت لي كيس. الكيس تقريبا ب2 أو 3 جنيه، وده مزاج عند كتير من البورسعيديه مع الاكل. وفي نهايه الفيديو افتكر ان الاكل اذواق، ممكن اللي يعجبني ما يعجبش حضرتك والعكس، والمطاعم مستواها مش ثابت وتقريبا مفيش كواليتي كنترول، عشان كده ممكن تجربتي تختلف عن تجربتك. انا ممكن اجرب مطعم يعجبني الاكل عنده، لكن لما حضرتك تروح تجربه تلاقي الاكل مش حلو، ودي حاجه بتحصل لنا كلنا. ممكن تشتري من مطعم يعجبك اكله، لما تروح تاني تطلب نفس الحاجه من نفس المطعم تلاقي طعم وجوده مختلفين عن المره اللي فاتت. الهدف من فيديوهاتي ان انا انقل التجربه بس، ما بقولكش روح المطعم او ما تروحش، براحتك خالص، دي حاجه ترجع لك وعلى مسؤوليتك، وانا مش كسبان ولا خسران حاجه في الحالتين. خد المحتوى بتاعي على انه فرصه تشوف فيها التجربه الحقيقيه للمطعم عامله ازاي بعيدا عن الدعايه. اديك بتشوف شكل المكان، شكل الاكل، كميته، الاسعار ونظام المكان. اما الطعم ده ممكن حضرتك اللي تحكم عليه بنفسك. سلام.